في ليلة شتوية ساقعة من فبراير 2024، وكما جرت العادة كان لازم أرجع من رمسيس لزهراء مدينة نصر. فقمت نطت في أتوبيس الزهراء، وأول ما نطيت في الأتوبيس دفعت للسواق 15 جنيه، اداني منهم 3 جنيه باقي. نستنتج من ده ايه بقى؟ نستنتج ان الاجره وقتها كانت ب 12. المهم قعدت في الكرسي الوحيد اللي كان فاضي في الصف اللي قبل الكنبه الاخيره ورا، وكان قاعد جنب مني راجل اربعيناتي، بس للاسف الراجل الاربعيناتي ده ملوش دور في القصه بصراحه. الكنبه بقى اللي في اخر الاتوبيس اللي وراها على طول دي كان قاعد فيها شاب عشريناتي، شاب كده شعره كيرلي ومدرج وحركات وعينه كده شكلها مسهتن شويه، وريحته تلاقيها متعطره بالسجاير الكليوباترا. فالمهم كلنا راكبين الاتوبيس، والاتوبيس ماشي بينا في طريقه، وفجأة قام وقفنا راجل عجوز ستيناتي عشان يركب معانا هو كمان. ومن الواضح كده ان كان مفيش كرسي فاضي يقعد فيه، فقام الشاب بصراحة عمل حركة جدعانة، يعني شاب ابو شعر كيرل ده قام من على الكنبة وساب مكانه للراجل العجوز عشان يقعد، وقام الشاب واقف قصاد منه كده عشان ايه يقعدوا يدردشوا مع بعض، يسلوا بعض في الطريق يعني وبتاع. وانا بقى قاعد في الكرسي اللي قدامهم على طول بتفرج على شوارع القاهرة من الشباك، بينما ودني بقى عمالة تلقط طراطيش كلام اللي هما بيقولوه كده. سمعت الشاب بيحكي في حاجة كده يعني عن هجرة ليبيا وسفر، وانه لسه راجع من يومين تلاتة ولا حاجة شبه كده يعني، وبس والله. وبعدين غيروا الموضوع، الراجل العجوز بدأ يكلم الشاب وشعر كيرلي عن ابنه، هو كمان اللي عامل شعره كيرلي وعمال يشتري لي في كريمات ويلولو لي في شعره. مش عارف انا الشباب اللي مش عارف انا الموضة اللي الشباب ماسكين فيها اليومين دول، كل واحد ماشي يلولو لي في شعره. بس والله فجت المحطة بتاعت الراجل العجوز وكان لازم ينزل، فخلصوا المحادثة على كده. والراجل العجوز بقى هو نازل، المشكلة ان الاتوبيس كان عمال يتهز وهو جسمه مش مساعده يعني. فالشاب برضه عمل حركة جدعانة تانية يعني كتر خيره، قام قايم وساعد الراجل العجوز انه يقوم، وحتى يعني فضل ماشي بيه لحد ما وصل لباب الاتوبيس ونزله وبتاع. وبعد ما نزل الراجل بقى وراجع، الشاب الاربعينات اللي كان قاعد جنبي قرر ينزل هو كمان، ففضل لي بقى الكرسي اللي جنبي. قام جاي العشريناتي الجدع ده قام جاي قاعد جنبي بقى خد مكان. ما خبيش على الساده المستمعين، كان عندي فضول اعرف ايه بقى ايه حكايه هجره ليبيا دي ولسه جاي من يومين وبتاع. فقمت فاتح كلام مع الشاب، قلت له طب انت كنت مهاجر ليبيا وبتاع، سمعت يعني طرطيش كلام كده من اللي انت كنت بتقوله يعني احكي لي لو حابب، احنا قاعدين مع بعضينا اهو والسكه طويله يعني لو ما عندكش مانع انت فاهم. فحب يلطف بقى، قال لي ايه بتفكر تروح ولا ايه؟ قلت له يعني الواحد ما يضمنش الظروف برضه او يبقى عنده فكره يعني. ففي شكله اطمن يعني، وبدا يحكي لي. قال لي انه راح لواحد في اسكندريه اداله البطاقه ودفع الفلوس وهو رتب له كل حاجه. قال لي برضه انه لما راح لقى شباب كتير ما كملوش 20 سنه كلهم بيروحوا للراجل بالبطاقه يدوا له 5000 جنيه، وهو كمان برضه بيظبط لهم الدنيا. فدي تفصيله عجيبه بصراحه، استغربت اما سمعتها. المهم بعد ما ترتبت له كل حاجه هو والمجموعه اللي كان طالع معاها، وراحوا على حدود ليبيا ودخلوا ليبيا تهريب من الجبل، وبعدين من ليبيا قاموا واخدين مركب وطلعوا بقى على ايطاليا. وهم في طريقهم بقى ولسه داخلين على الحدود الايطاليه للاسف اتقفشوا من غفر السواحل ورجعوهم تاني على مصر. طبعا هنا حق اتساءل يعني، طب هو الراجل اللي طلعكوا ده وخد فلوس وعمل لك فيها مظبط كل حاجه وبتاع، يعني هو ما يعرفش ان في غفر سواحل ممكن يوقفوكوا؟ قال لك لا، ما هي الدنيا مش بالسذاجه دي برضه، ما هو يعني الراجل كان واخد الفلوس ومظبط كل حاجه، وهو فعلا كان عامل حسابه، هو اكيد عارف ان في حرس حدود وبتاع. فهو قال لي ان الراجل كان دافع ومظبط الغفر عشان يسيبوهم يعدوا، بس بقى على حظهم العيفيش حرس الحدود غيروا ورديه وهم داخلين. فهو ده يعني كان سبب ان هم اتقفشوا واترحلوا تاني. وادي الشاب كان قاعد جنبي في الاتوبيس بيحكي لي عن الحكايه اللي هو كان لسه واخدها، والدنيا لطيفه يعني. فالحقيقه هنا خلصت الحدوته، وقعدنا بقى نتبادل مرتبات الحديث اللي هو الحاجات بقى من نوعيه حبيبي ربنا معاك، ربنا يعينك، ربنا يوفقك حبيبي، حبيب قلبي، الله يخليك، الله يعزك، الله بس، وكل الكلام اللطيف ده يعني. قلت بقى اكسر الحته دي، سالته عن خططه المستقبليه، يعني ناوي يعمل ايه بقى بعد فشل المحاوله وكده. قال لي انه ناوي يجرب حظه تاني في شهر 6، بحيث يعني الجو هيبقى الطف والدنيا بتبقى اسهل يعني في الصيف وكده. فيعني اهو ادينا في شهر 6 من 2025، وبعد مرور سنه من شهر 6 2024 اللي هو كان قال لي انه هيجرب يسافر فيه تاني. والواحد بصراحه جاله بعض التساؤلات يعني، طب هل يا ترى الشاب حاول تاني فعلا ولا لقى حل تاني؟ ولو حاول يا ترى وصل بسلام ولا ما وصلش ورجعوه تاني على مصر؟ ولا ما وصلش؟ هاي كلها تساؤلات.
كلها تساؤلات الواحد يؤسفني يعني أيها السادة المستمعون إني آه، أقول لكم إني ما عنديش أي إجابة عليها. ويؤسفني إني أعترف بجهلي ب... بإجابات الأسئلة اللي زي كده. بس والله دخل بينا الأتوبيس بقى لزهران مدينة نصر، وكنت قربت أوصل المحطة اللي أنزل فيها، وقبل ما أنزل سألني الشاب يعني طب وأنت بقى جاي منين كده ولابس شنطة وبتاع؟ قلت له أنا جاي من معهد الجسويت. قال لي ايه بقى معهد الجسويت ده يا صاحبي؟ قلت له ده معهد ثقافي. هو يعني وانا بقول معهد ثقافي دي توقعت اللي جاي في الطريق الحقيقة. ف يعني هي نكتة ما تتسابش بصراحة يعني. فطبعا الرد بقى قال لي ثقافي ازاي يعني؟ قلت له لا دي ثقافة من اللي هي، مش ثقافة من اللي هي. قال لي ثقافة من اللي هي. انت بتحب الثقافة؟ قلت له لا مين ما يحبش الثقافة؟ اكيد طبعا بحب الثقافة، كلنا بنحب الثقافة. بس والله فيعني كان لازم انزل بقى في اللحظة دي، فسلمت عليه ولبست شنطتي ونطيت من الاتوبيس. أمانة يا بحر استلم الأمانة أحبابنا يا بحر عيونك أمانة أمانة يا بحر استلم الأمانة أحبابنا يا بحر عيونك أمانة أمانة يا مو بص خشب المراكب أمانة يا مو طبطب على اللي راكب أمانة يا هواء